السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب غنائها مؤخرا لأغنية من أول دقيقة التي تم إطلاقها العام الماضي، وغنتها رفقة الفنان المغربي سعد المجرد المحكوم عليه بالسجن 6 سنوات بفرنسا. الفنانة اللبنانية عرضت فيديو كليب الأغنية على شاشة كبيرة في حفلها الأخير في جمهورية الدومينيكان، الأمر الذي عرضها لغضب واسع وهجوم على الفنانة. وقد اعتبر منتقدوها تصرفها دعما لسعد المجرد المتهم بالاغتصاب والاعتداء على قاصر. وقد اتهمها منتقدوها بالتناقض في تصرفاتها وأقوالها، حيث أنها تدعي في أقوالها دعمها الدائم للمرأة والوقوف إلى جانبها في جميع قضاياها، وفي نفس الوقت تجاهلت ما حدث مع الفنان المغربي، بل وصل بها الأمر لدعمه. وفي المقابل دافع بعض المتابعين عن إليسا، مرجعين السبب إلى أنها تحافظ على أصول مهنتها، وهذا ما جعلها تدافع عن زميلها وتقف إلى جانبه في محنته الأخيرة. يذكر أن المجرد حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية إدانته في قضية الاعتداء على شابة فرنسية تدعى لورا.